هذه حاله ديال هذه الفيلا، هذه ديال فيلا السبوعه اللي معروفه بمدينه سلا. شوفوا حالتها كيفاش ولات، يعني من بعد الصوره الجميله اللي كانت فيها اليوم كتمشي، يعني كتولي حالها بحال هكا، بحكم انه السيد يعني كان مخالف القانون، وان هذه الصوره الجميله كون كان مطبق القانون كون بقى كل شيء مزيان هنايا. ولكن يعني القانون اللي اخترقوا، وعلى حساب اللي جا على حساب اللسان من بعد الناس اللي قالوا انه يعني كان بزاف ديال الحوايج ما كانتش قانونيه، يعني بحكم انه مستغل يعني شي حاجات اللطيرات ديالو اللي ما كانتش قانونيه. اليوم يعني كيف ما كتشوفوا في هذا البث المباشر، هذه هي الحاله ديال الفيلا ديال السبوعه اللي مازال الهدم متواصل لحد الان. يعني في هذه الوقيته اللي هي 5 أو 6 قل ثلث، يعني كما كنقولوا حنا 45 دقيقه، يعني مازال الهدم يعني متواصل. يعني كيف ما شفتوا في المباشر الاول كيفاش كانت الحاله ديال هذه الفيلا هذه، شوفوا اليوم هذه الوقيته هذه الفيلا اللي كيفاش ولات، ومازال يعني الهدم متواصل، مازال التراكس خدامه، يعني مازال حاجات اخرين اللي غتحيد. اذا كيف ما كتشوفوا في هذا المباشر، هذه هي حاله اللي وصلت لها فيلا السبوعه. يعني الناس بزاف اللي سمعوا الخبار وجاو باش يشوفوا يعني الهدم. استفسرنا واحد السيد اللي هو يعني مسؤول على هذه الفيلا هذه، واللي خدام مع منشي، اللي قال لنا ان غير هذوك الاحصنه او الحصان الواحد يعني كيتقدر ب2 مليون سنتيم، يعني لواحد، يعني واحد المبالغ هائله اللي مشات، وزياده على يعني الديكورات اللي كانوا يعني كثارين هنايا، اللي كلشي مشى يعني في لحظه واحده. يعني هاد الفيلا هذه اللي كتعرف التاريخ ديالها، يعني تاريخ طويل، اللي كيجيو اكثر من 28 سنه او 26 سنه، اللي كانوا كيجيو الناس كيجيو وكيتصوروا كياخذوا صور هنايا. اليوم ما غاديش تبقى، واليوم يعني كل شيء فيها كيتحيد، يعني ما غيبقاوش الناس يستافدوا من هذه الصور اللي كانوا كياخذوا فوتوغرافيه اللي كياخذوها باش يعني كتبقى لهم تذكار في هذه المنطقه. اليوم كيف ما كتشوفوا الحاله الوضعيه اللي ولات عليها هذه الفيلا هذه، يعني اخر لحظات من الهدم. كيف ما كتشوفوا على المباشر، هذه هي اخر لحظات ديال الهدم ديال فيلا السبوعه. يعني كل شيء كيتحيد، حتى حاجه ما بقات، يعني مبالغ هائله. كنا كنتمناو ان حتى بالنسبه لمول الشيء يعني يكون كان هادشي قانوني، كنا كنتمناو على اساس انه يعني ما يتحيدش ليه هادشي هذا وتبقى يعني الامور مزيانه. ولكن يعني هادشي ما كانش عنده قانوني. يعني 26 سنه هاد الفيلا هادي، يعني الناس ديال سلا وديال يعني المدن المجاوره او حتى المدن اللي هي بعيده كانوا كيجيو كيقوموا بالزياره ديالهم لهاد الفيلا هادي، فيلا السبوعه، اللي هي معروفه على نطاق واسع، اللي كيجيو لها حتى السياح الاجانب كياخذوا صور تذكاريه. كيف ما جاء اللسان بعد الشهود انهم قال لك يعني صراحه يعني كانت زايده لينا شي شويه في الحركه، وان الناس كانوا كيجيو من بعيد يتصوروا هنايا، وان المنطقه يعني معروفه. حتى اللي كيتلف على البلاصه او شي حاجه كتقول ليه سير حدا عماره سول على عماره السبوعه، غادي يجيبوك ليها وغادي نتلاقاك تما، بحكم انها معروفه يعني بزاف. اذا اليوم ما كيبقى فيها والو. الحطام امامكم، هادشي كلشي اللي تحيد وزال من هاد الفيلا المعروفه فيلا السبوعه. حتى بالنسبه كما قلت لكم مشاهدينا ان الزوار جاو الناس بزاف، بحكم انهم جاتهم غريبه ان اخر مره غيشوفوا يعني هاد الجماليه ديال هاد الفيلا، اللي كانت اخر مره غيشوفوا يعني الذكريات اللي خداو او لا الصور الفوتوغرافيه كما قلت لكم، يعني اللي جاو كانوا كياخذوها مع هاد المآثر وهاد الاسود اللي كانت كدور في الجنبات ديال هاد الفيلا هادي. اليوم كتبقى غير الذكريات، واللي فاز بشي صوره راه فاز بها، ما بقى والو. يعني اللحظات الاخيره اللي الهدم كلشي هادشي زال. كنا درنا البث الاول، يعني البث الاول كانت فيه الصوره الاولى قبل الهدم،
والان يعني كل شيء امامكم، كتشوفوا الحطام. يعني حتى بالنسبه للاحتياطات ديال الامن وديال السلطات المحليه يعني حبسوا الطريق بحكم انه يعني تقدر شي حاجه تطيح وتاثر في شي واحد الله يستر ولا قدر الله. يعني الاحتياطات اللازمه والحصار على هذا المكان هذا باش ما يدوزوش السيارات، باش يكملوا العمليه ديال الهدم يعني في اجواء امنه. امامكم الاجواء الاخيره فيلا سبوعه، المغاربه كاملين تعرفوها، يعني المغاربه كاملين تعرفوا. هذا هو الحصان اللي طاح، اللي كيقولوا انه الثمن ديالو 2 مليون. يعني كانوا تقريبا شي 5 ديال الاحصنه، يعني 5 اللي هما كانوا يعني تقريبا 10 المليون. هادو بدون الاسود اللي كانت دايره في الجنبات، الاسود الصغيره والاسود الكبيره. صراحه اللي كيضرب في الخاطر هو علاش ما يكونش كلشي قانوني من الاول، وتمشي في النطاق داكشي اللي عندك وداكشي اللي سامح لك به القانون، ودير كيف ما بغيتي، دير داكشي اللي بغيتي في اطار القانون، حيت غادي تكون حامي راسك. هذا الرزق ديالك، هاد الفلوس هادو ما يمشيوش لك. تشوفوا الاسود كيفاش الصغيره كيفاش طايحه، هذه امامكم الاسود الصغيره، هذه الاسود الصغيره، وكانت اسود كبيره اللي هي طايحه. عرفتي شحال من اسد هنا تبارك الله، ما عرفتش يعني القيمه الماليه تقريبا شحال غادي تكون، يعني خسائر ماديه هائله. كيفاش غامرتي بهذا الشيء كامل على اساس انك تعطي صوره زوينه ولكن انت ماشي قانوني. هذا هو المشكل. ندير شي حاجه، نفتكر شي حاجه، نختار شي حاجه، ولكن نكون قانوني، كلشي محمي، غادي يكون مزيان، غادي تكون صوره رائعه، غتكون جماليه، ولكن غادي تكون قانوني، كلشي مشوره السلطه. اليوم الدور ديال الهدم كان قال لك علاش، يعني المساعد ديالو قال لك علاش 25 عام ما جاش هدموا لينا حتى اليوم. يعني ما عرفتش شنو غادي نرد عليه، ولكن الحاجه اللي غنقول انه الحاجه اللي غير قانونيه الان بالمغرب، الحاجه الغير قانونيه كتحيد. حتى حاجه ما غتبقى غير قانونيه، حتى حاجه ما غتبقى غير قانونيه. اي حاجه اللي هي قانونيه غادي تكون وتبقى. هو صراحه جميله هذه الفيلا، هذه جميله، عندها مناظر خلابه، مناظر زوينه. كنتاكد وعلى يقين انه كون بقات يعني بهذيك الجماليه وكانت قانونيه، غادي يجيو السياح اجانب اللي غادي يجيو في كاس العالم او حتى في كاس افريقيا، غادي يجيو يشاهدوا هذا المعلم هذا. ولكن اليوم كيف ما كتشوفوا في هذا البث المباشر مشاهدينا، صافي مشات، ما بقى فيها والو. يعني الصوره الجميله ولات صوره خبيثه، الصوره الجميله ما بقاتش. الهدم طالها، حيدوا الخميسه اللي كانت كترأسها فيها في الراس ديال الفيلا تحيد كلشي، بقى غير الحطام. انا نقول الحطام اللي جا غير في الخارج، هذا حطام غير ديال الجنبات، وهذا الشيء كلشي كان غير قانوني. يعني هذا الشيء هذا كان احتلال ملك العموم. يعني كنقول لك ان هذا الشيء كامل ماشي قانوني، يعني هاد لاطيراس اصلا من برا ماشي قانونيه، يعني استغلال الملك العمومي. ما عرفتش يعني حتى بالنسبه للعلو انه العلو ماشي قانوني، يعني المسافه اللي هي خصها تكون في العلو ماشي هي هاد المسافه. يعني كلشي هنا تيحيدوا هاد الشيء هذا، كلشي كيحيدوا ما هو غير قانوني. بقاو جوج ديال الاحصنه اللي بقاو، هما اللي بقاو الرطام الاخير والحطام الاخير. تراكس خدامه، كل تراكس وكانت الدور ديالها شنو كتحيد. هذه هي الصوره الاخيره، هذه هي الصوره الاخيره مشاهدينا من فيلا السبوعه. فيلا السبوعه اللي عندها تاريخ كبير، اللي
كل شيء كان كيعرفها. مجرد انك تعيط في التليفون لشي واحد تقول لي انا كنتسناك حدا فيلا السواعه، ما يقدرش يقول لك لا ما عرفتهاش. يعني الناس ديال سلا عندهم ذكريات خاصه مع هاد الفيلا هادي.